عسلامة عسلامة أصدقائي صديقاتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة باش نعملوا مع بعضنا إن شاء الله كسكسي القمح نتاع العولة باش نطيبوه بالسلق. بالنسبة للوصفة هذه تتميز بها الجنوب التونسي، هي وصفة تونسية. تنجموا تطيبوها هذه كسكسي بالسلق باللحم ولا بالدجاج ولا من غير، أما راهو مش اللحم كمية كبيرة قديمة برك اللحم باش تفوحوا بها، وإلا حتى من غير يجي بنة على بنة. جربوه اليوم نشوفوا المراحل نتاع الكسكسي هذا اللي بالسلق مع بعضنا. دونك هذايا كسكسي القمح معول في الدار ومفور تفويره باش نغسلوه بالماء ومن بعد نسقطروه ونخليوه يشرب الماء نتاعو. هذوما الخضره اللي باش نستعملوها اليوم. خذيت بصلتين، عندي البصل الاخضر، دونك قصيت كميه باهيه من البصل يبنن برشا. بالطبيعه نحتاجو للزيت، الحمص منفخ، فول منفخ، كميه من اللحم كما قلت لكم اختياري، تنجموا حتى تستغنيوا عليه. وخذيت كميه من السلق غسلتها وقصيتها. الخضره عندنا القراع والبطاطا، عندنا السفناريه، كل شيء نظفته وحطيته، وعندنا اللفت رويسات طريين، كل شيء باش نحطه كامل هكاكا باش هو واللحم يطيبوا فرد وقت. خدينا المقفول نتاعنا باش نحطوا كميه من الزيت، وبالطبيعه زاده الطماطم والثوم اللي انا ما وريتهمش في المكونات. دونك حطيت الزيت نخليه يسخن شويه. دونك الزيت نتاعنا سخن، نصبوا كميه البصل ونصبوا السلق نتاعنا، يلزمنا نصبوه باش يتقلى شويه مع البصل باش يتنحى منه اكل مطعم الحامض برشا، فيه مطعم يحمض برشا الصوص. دونك البصل يلزمنا البصل يتقلى مع كميه السلق. نجموا السلق تعوضوه بالسبناخ يجي بنين زاده، اما هو الوصفه الاصليه هي بالسلق. نقعدوا نحركوا البصل والسلق لين يتذبل بالباهي هاك السلق، ومن بعد باش نحطوا زاده يتقلى معاه طريفات اللحم اللي باش تحطوهم. كما قلت لكم ماهوش كميه كبيره برشا، جست هو ماهوش كسكسي بالعلوش، مي كسكسي بالسلق والخضره. وتويكا نرميو شويه ملح وفلفل اكحل فوق اللحم بالطبيعه. حطينا ملح وفلفل اكحل، وتوا باش نحطوا الحمص على خاطر السلق كيف يبدا يتقلى تحطوا معاه الحمص يطيب في ساعه الحمص ويذوب يولي تبارك الله في ساعه دايت. ونهبطوا بقيه الخضره، مش الخضره الكل كيما باش نهبطوا السفناريه. انا خليتها كامله على خاطرها طريه برشا، دونك اخترت كعيبات جويدين ماهمش خشام برشا نتاع اللفت والسفناريه، كعيبه بطاطا زاده وحطيتهم كاملين. وبالنسبه للقرع وللكرنب هذوما يتحطوا من بعد. دونك الخضره تتحط بمراحل. وهذه كميه الفول كما تشوفوا نظفتها ونحيت لها كراس لكحل من قدام ونحطوها. ومقعد كان باش نضيفوا الطماطم، نحركوا كل شيء بالكدا. توا باش نحطوا الطماطم. انا باش نحط الطماطم هذه الكونسونطري اللي حضرناها في الدار، نحط 3 مغارف خاطر هذه ماهيش كونسونطري على الاخر، هذه خفيفه حضرتها وحدي. ونزيدها مغرفه كبيره ولا مغرفه ونص من الطماطم المعجونه. نحط معاها الثوم، انا الثوم نحطه في كل شيء. ونحطوا شويه لفاح اللي محضرينه في الدار، ونحطوا الكركم. والماء يبدا يغلي باش نمرقوا ديما بالماء السخون. قعد كان الفلفل الاحمر نحطه مغرفه ونمرقوا كما قلت لكم بالماء السخون، ونحطوا له الكميه اللي لازمته باش الخضره واللحم يطيبوا.
باش نزيدوا الماء. ونغطيو عليه ونمشيو نحضروا الكسكسي نتاعنا. هذايا الكسكسي اللي وريته لكم قبيله، هذوما كعيبات عود قرنفل، خاطر الكسكسي كي نخزنوه نحطوا معاه عود القرنفل باش يقعد الكاليتي نتاعو باهيه. وتوا باش نصفيو بعد اوكا اي تفشه موجوده في الكسكسي وقت اللي احنا نشيحوا فيه تتنحى في الماء، نعصوه مليح ونصفيوه مليح من الماء ونخليوه يشرب لين يطرى. كما تشوفوا بعد ما غليت الصوص والكسكسي نتاعنا شرب الماء نتاعو ولا طري، كما تشوفوا ولا هكا نفرغ كل كعبه وحدها وتراو. توا باش نحطوه يفور حكايه 20 دقيقه ونرجعوا نكملوا نحطوا بقيه الخضره اللي قعدت لنا اللي هي القرع والكرنب، وبعد تالي في الاخر بالكل نحطوا قرينات الفلفل. دونك نكملوا الوصفه نتاعنا. وتوا الكسكسي باش نحطوه يفور. الخضره بدات تتقرص، توا باش نضيف لها الكرنب اللي هو في ساعتين، وانا خليتها لقشه واحده. دونك اذا تلقاوه الماء ناقص برشا تنجموا تضيفوا له الماء سخون، ديما تغليوا الماء وحده وتضيفوه. ونكملوا نرجعوا الكسكاس اللي نزيد يطيب الكسكسي وتطيب لنا الخضره. مازال لنا كان القرع ما حطيناهوش، هذاك يتحط دريج قبل ما يطيب جمله الكسكسي. توا ما قعدت كان نضيفوا لقشات القرع، ديجا ماهمش كبار برشا وفي ساعه يذوبوا. هذايا في ساعه يطيب القرع الاحمر. اذا عندكم القرع الاخضر زاده تحطوه كما هكا في الاخر. انا اليوم متوفر عندي الخضره هذه، انتوما اللي متوفر عندكم تنجموا تحطوه. نخليو كل شيء يغلي. انا زدت زاده شويه ماء سخون لقيته نشف الماء. نرجع الكسكسي كالعاده يفور. الكسكسي تاع بالصوص كما تشوفوا ما شاء الله تبارك الله. الريحه ما نحكيلكمش والبنه والذويقه زاده والمطعم ما شاء الله. تشوفوا الخضره الكل طابت بالكدا واللحم طاب، حطينا قرينات الفلفل في الاخر. توا باش نطفيو عليه ونسقيو الكسكسي نتاعنا. بالنسبه للكسكسي هذا ما نخلطوهوش، ما نصبوش عليه الصوص ونخلطوه. نصبوا الكسكسي نفركوه كان فيه كعبرات ونحطوا يا اما في شقاله ونسقيو مع بعضه، نصبوا عليه صبين الصوص من فوق، يا اما نحطوا كل تبسي صغير كل صحن نحطوا له كميه الكسكسي، معناتها كل واحد نسقيو له صحنه وحده. دونك ما نجمو نضيفوا توا كان شويه فلفل اكحل. الكسكسي نخلطوه بك شويه فلفل اكحل اللي حطيناهم، ونحطوا الكسكسي كما هكا كما تشوفوا. نستويوه في التبسي نتاعنا ولا في الشقاله. ونبداو نسقيو، نهزوا الخضره والصوص كلها مع بعضها ونصبوا من فوق من غير ما نخلطوا الكسكسي. هذه هي الطريقه نتاع تسقية كسكسي جماعه الجنوب اللي يطيب بالخضره وبالسلق. نسقيو ونحطوا الخضره في نفس الوقت. نحاولوا نهزوا الخضره ونسقيو. هذا الكسكسي بعد ما سقيناه كما تشوفوا ياسر جابنين، منظره يشهي. كان عجبتكم الوصفه جربوها بنينه برشا، ونخليكم ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه وفيديو قادم. ما تنساوش اللايك اصدقائي صديقاتي. بسلامه.